السلام عليكم. قررت هذا العام أنني نحط فيديوهات في يوتيوب في القناة. أم، مواضيع عامة، ثقافية، علائقية، اجتماعية، اللي نقدروا أننا نتكلموا فيهم مع جميع الناس، مع المحيط ديالنا. وتقريبا أنا الصراحة كنتكلم فيهم دائما مع، سواء كانوا أصدقائي أو الوالدة ديالي، أو الناس في المحيط ديال العمل. هما حوايج اللي كيخليونا نزيدو لقدام ونعرفوا ريوسنا أكتر. فهادي أول فيديو غندير. ما عرفتش الصراحة واش غنحطها ولا لا، ما مولفش على الكاميرا بحال هكا قدامي، وجرأة كبيرة بالنسبة ليا. الكاميرا إلا كانت قدامي جينيرالمون في ان دومين اللي كنت ديجا خدمت فيه كان هو الغنا، راه كانت تتحرك الكاميرا بحال كيف كنتحرك أنا، فما كنكونش مركز عليها قد ما كنكون مركز على الجمهور اللي كيكون. آه، ولكن صافي بليزير. كان الموضوع اللي كتبته مؤخرا اللي كان هو كيفاش غنستقبل سنة جديدة بطريقة إيجابية. وعادة هذا الموضوع كيكون في هاد الشهور الأولى من السنة، وشي حاجة اللي بديهية طبيعية أنه الإنسان يفكر فيها، لأنه من بداية السنة كيشوف أنه يقدر يبدأ السنة بطريقة إيجابية ويبقى مكمل على هذاك المنحنى ولا المنهج حتى يسالي السنة بطريقة زوينة. فكاينين ناس أوسي اللي كيشوفوا أنه عام جديد مجرد رقم، مجرد تاريخ. فعلاش غنديروا هاد البروباغندا ديال هابي نيو يير، سنة جديدة، واحد الحاجة اللي تافهة بالنسبة لهم. ولكن راه لا وعي ديال الإنسان كي يحتم عليه يقتنع ولا يآمن بفكرة أنه سنة جديدة راه هي صفحة جديدة. و وإلا جينا نشوفوا راه كتطبق على جميع المجالات حتى المهنية. راه في لا كونطابيليتي، من مورا لانفونتير في ديسمبر كيبدا البيلون دوفيرتور في جونفي، يعني صفحة جديدة للشركة وفرصة جديدة باش تنقذ الموقف اللي طحت فيه في السنة اللي قبل. في لا فينونس اوسي، في المدرسة كاين عام دراسي مقسم على جوج الدورات، الدورة الأولى الدورة الثانية. والدورة الثانية البداية ديالها هي بالنسبة لواحد التلميذ اللي ما توفقش في الدورة الأولى هي صفحة جديدة باش يتغطغطها. وفعلا غادي تأثر عليه الدورة الأولى في الآخر، ولكن ما ننساوش أنه ممكن الدورة الثانية هي اللي بتعتقو مثلا من الرسوب. وهذه واحد الحاجة مهمة، لو ريزولتا كيتشونجا. وحتى لو ريزولتا ديال ديك الدورة الثانية غير بوحدها كيخلي الإنسان يزيد يثيق في راسو، والتلميذ يزيد يآمن أنه يقدر يدير أكثر، وكتحسن النفسية ديالو. أنا شخصيا في الأشهر الأولى من السنة كنكون أوسي كنفكر في أهداف اللي غندير هاد السنة، كنقارن راسي بالسنة اللي قبل، كيفاش كنت، كيفاش وليت، اشنو هما الحوايج اللي تزادوا فيا مزيانين، وبعض المرات حتى اشنو الحوايج اللي تزادوا فيا خايبين، شنو الحوايج اللي كانوا فيا خايبين وقدرت انني نحسنهم مع الوقت. وكنبدا عاوتاني صفحة جديدة، كنكتب في صفحة جديدة انه كاين امل وكاين وقت باقي، كيخول ليا انني نوصل لحاجة محسنة. في الأشهر الأولى فعلا من السنة كنكون بنفس الطريقة الصراحة. من كاع السنين الأخيرة اللي عقلت عليها كنبدا بنفس الطريقة، من غير سنة وحدة اللي كانت غير موفقة على بزاف في بزاف د المجالات، اللي هي سنة 2023. هذيك كنفضل أنني نخليها زعما دو كوتي وندوي عليها في فيديو بوحدها. من غيرها سنة 2024 كريكابيتولاتيف دازو فيها واحد التغيرات كبيرة في حياتي.
ولكن ساتيسفي. دازو فيها صعوبات، دازو فيها حوايج زوينين، دازو فيها تسهيلات، ولكن تغيرات بزاف في بزاف لي نيفو في حياتي. التغيرات على الصعيد المالي، على الصعيد النفسي، على الصحي أوسي، الاجتماعي، السكني، وعلمتني بزاف. وبالنسبة لي 2025 كنشوف أنه بادية حتى هي بهاد التغيرات بوتيرة أكبر. فيها مخاوف أكيد، ولكن كنسيطر على دوك المخاوف نقدر نقول بالثقة في النفس والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فوالا، كنتمنى فعلا أنني نبلغ هذا المنى ديالي. فنقدر نقول أنه استقبال سنة جديدة بطاقة إيجابية ما كتعنيش أنه تستقبلها غير بحماس، حيت الطاقة الإيجابية هي مجموع من المشاعر اللي كيتجمعوا كيعطوك هذيك الطاقة، ومجموع من المشاعر ولا لي زاكسيون اوسي اللي كيخليوك انك تستقبل هذاك الايجابيه كلها. ما فيهاش غير الحماس ولا موتيفاسيون، لان لا موتيفاسيون ما كتكونش عند الانسان دائما، وحنا بيان داكور على هذه القضيه هذه. ما كاينش شي واحد اللي يقدر يعارض انه لا موتيفاسيون بوحدها ما غتزيدش بالانسان قدام. وانا سيغتان مومون وصلت لمرحلة أنني ما كنمشيش نهائيا بلا موتيفاسيون. الحاجة اللي غنتموتيفا ليها كنحاول ما أمكن، إلا شفت أنه فيها الحماس زايد نإيفيتيها، وندوز للحوايج اللي نقدر أنني ننضبط فيهم ونكون ديسيبليني ونجعلهم روتين، سواء كان تعلم لغات، سواء كان تعلم مهارات، سواء كان سيلف ديفلوبمنت. المهم أنه تكون واحد لا ديسيبلين، وماشي نكون متحمس لهم لواحد الفترة وجيزة ويطلع يوقع لي واحد الحاجة صغيرة ولا واحد التغير جذري اللي غيخليني أنني نحبس، وهذه واحد الحاجة مرفوضة. علاش لا ديسيبلين؟ باسكو كتخليك أنه تولي عندك روتين. هذيك الحاجة سواء كان تعلم مهارة ولا تعلم لغة ولا صلاة وعبادة بوركوا با، ولا رياضة، كترجع عندك روتين. انت ما فيكش اللي ديرها، ولكن غير خصك ديرها باسكو خصك ديرها ما كاينش شي سبب اخر من انه من غير انك خصك ديرها. مجبر، مجبر، وكتجبر على راسك، ماشي شي واحد اللي كيجبر عليك، لانه نكونوا على يقين انه الحاجه اللي كيجبرنا الانسان نديروها وحنا ما بغيناش واحد النهار غنتفرقوا. مي الحاجه اللي مقتنع بها انا انني خصني نديرها واخا ما فياش، كت كيخلي لك ليسبري ديالك يرتاح شويه من هذاك لو كوتي، وكتزعم شويه وكتنفض عليك العكز باش انك دير هذيك لاكتيفيتي. هي واحد الحاجه اللي مزيانه، انضباط واسلوب حياه. انضباط اسلوب حياه، وصعب جدا، صعب جدا انك تكون منضبط 100% في لي زاكتيفيتي اللي كدير. لانه بالنسبه لي انا الا كنت منضبط 100% فكتعني انني غادي نكون ساتيسفي بلا برودكتيفيتي ديالي، كيلكو سوا زعما كانت جورناليير ولا ابدومادير ولا انيويل. ولكن غنقلق بزاف الناس، غنقلق بزاف الناس، لان ما يمكنش نهائيا عندي واحد لي تروك ا ريغلي ولا واحد لا طاش ا فيغ في هاد الساعة بالضبط، وبيجي عندي واحد الإنسان وغيقول لي فلان، وما ما عنديش لا بوسيبيليتي أنني نأجلها، وغيجي عندي وغيقول لي فلان غنخرجوا ولا فلان خصنا نديرو هادي ولا هادي، وغنعتذر ليه بأنني ما غنقدرش نمشي. علاش؟ وما غاديش نكذب عليه بيان سور، وغنقول ليه
تو سامبلومون حيت عندي مثلًا هاد لو كور ولا عندي هادي، هو عارفني أنني كندير هذاك لو كور à distance دونك نقدر أنني نديرو في أي وقت، ولكن هذاك الوقت الآخر حتى هو عندي فيه حاجة أخرى. إذا عندك لا possibilité سوا أنك تكون discipliné بune modération بواحد l'organisation ولا تكون discipliné و strict و le fait d'être strict c'est-à-dire sévère وغادي تقلق الناس، يا إما تحيد لا discipline وتكون كتفرح الناس كاملين. ولكن واش غتفرح راسك؟ واش غادي ترضى بالنتيجة اللي غتكون على مستوى عام كامل ملي غتجي تقارن راسك بالعام اللي قبل ولا كيفاش بديتي العام؟ وهذه بالنسبة ليا واحد الحاجة مرفوضة، لأنه ما يمكنش على مدار عام كامل ما نكونش حيدت مني أو موان حاجة خايبة، وما يمكنش أو موان نكون اكتسبت حاجة زوينة و أو موان مهارة وحدة. وفي 2024 مثلا كنت قدرت أنني انلوكي هاد واحد لو بوين نقدر نسميه بوين نيجاتيف، بارفوا ما كانش كيكون نيجاتيف ولكن في لو موند بروفيسيونيل مثلا صعيب بزاف، كنت ناخد عليه انتقادات بزاف، اللي هو لا جيستيون دي زيموسيون. كنت كينتقدوني الناس بزاف في لو موند بروفيسيونيل ولا المحيط ديالي انه التعبير ديالو جاي كيبين الاحساس ديالي، كنت فرحان، كنت غضبان، كنت مستريسي، ما حاملكش اي حاجه. غيجي واحد الانسان يقول لي عفوي لا مزيانه، اوكي العفويه مزيانه، ولكن في بزاف البلايص العفويه ماشي هي السلاح ديالك اللي خصو يكون، سورتو في لو موند بروفيسيونيل خص دائما يكون واحد الكونترول على راسك، وهذاك لو كونترول ما يمكنش ديرو على راسك الا ما كنتيش كتعرف تجيري لي زيموسيون و لو ستريس. بون لو ستريس سافا مي لي زيموسيون عمرني كنت كنقدر نجيريهم، وكان من وجهي كيبان كلشي. وهذه واحد الحاجه في لو دومين باغ اكزومبل ديال لو ريلاسيون كليون ولا سيرفيس كليونتيل خايبه، لانه احنا متفقين انه في السيرفيس كليون l'interlocuteur اللي هو لو شارجي دو كليونتيل، المهم سواء كان فاس ا فاس ولا لو سيبور تيليفونيك، خصو هو اللي دوميني لا كونفرساسيون و ليشانج تيليفونيك ماشي لو كليون. و لا جيستيون دي زيموسيون الا ما كنتيش كتضبطها كون على يقين انه الكليون ديالك غادي اونتيسيبي ردة الفعل ديالك غير بانه حس بليموسيون، وغادي اونتيسيبي لا ريبونس ديالك وغادي يدوميني لا كونفرساسيون. بارفوا ملي كيكونوا ناس عندهم نية سيئة كتمشي بطريقة خايبة بزاف. وكان عندي هذا المشكل فعلا، كان عندي مدة سنوات جدا عانيت منه، كنت كنتلقى فيه انتقادات من الناس اللي عزاز عليا وكانوا كيستخدموه ضدي الناس اللي ممكن ما كنتفاهمش معاهم. في الخير ديال 2023 رديت البال انه بصح هاد النقطة هادي دايرة ليا مشكل كبير في حياتي، وماشي غير في البروفيسيونيل، فعلا حتى في الحياة الاجتماعية العادية العلاقات مع الناس كان داير ليا مشكل. كان الانسان تيلعب ليا بالمشاعر ديالي، ملي كنقول كيلعب ليا بالمشاعر ماشي هي، المهم كيلعب بالمشاعر سيتادير تعرف كيفاش يقلقني، كيفاش يعصبني، كيعرفني امتى غنتعصب، امتى تقلقت، امتى فرحت، امتى استفزني واحد الانسان ووصلتني هذاك الاستفزاز. بزاف الناس غيقولوا انه مالنا واش في حرب، احنا ماشي في حرب، ولكن هذه واحد الحاجه اللي في الحياه، هي واحد الحركه اللي كاينه في الحياه وما عندناش مفر منها نهائيا.
سورتو في لي دومين بروفيسيونيل والبلايص اللي كيكون فيهم الناس بزاف وكيكون فيهم العلاقات الاجتماعية بزاف. فكيف قلت في 2023 في الأواخر ديالها لقيت أنه فعلا هذا مشكل اللي خصني نحلو، وجلست ليه الأرض في 2024. ما غاديش نقول يا ريت كون ما جلست ليهش الأرض باسكو النتيجة إيجابية بزاف الحمد لله، ولكن عييت عليه بزاف. يقدر ان سافوار فيغ ولا اون كومبيتونس بروفيسيونيل ديجا خدمتها ولا ديجا شديتها واحد النهار، ما عمرني عييت بالطريقة اللي عييت فيها في 2024 غير باش نكتسب هذه المهارة هذه. أنا متأكد أنه غتنفعني. ومن بعد ولات هذاك الانتقاد على هذا لو بوان هذا ولا كيجيني بالعكس كينددو الناس بالاسلوب وبالطريقه كيفاش وليت كنتعامل. ما غاديش نقول مكر او خداع ولا نفاق، انما غادي نقول باللي غادي نبقى نوتر، والى انا ما غنوريكش الاحساس ديالي واش انا فرحان او غضبان او اللي كان، ما غتعرفوش. يعني ما توقعش نهائيا ردة فعلي كيفاش دايره، فصل الكلام ولا الرد ولا الفعل اللي غندير. فكيف قلت النتيجة إيجابية، وخدمت على عام كامل، دات لي الوقت ولكن خدمت على عام كامل. دابا مرحلة جديدة، واش غنخدم اون كومبيتونس اللي ليي بلو سافوار اتر اوسي، ولا غنخدم شي حاجة بلو سافوار فيغ، ولكن خصني نخرج دائما بواحد النتيجة في الآخر العام. وهنايا كيفاش كنقول أنه راه إلا خرجتي بنتيجة من العام اللي قبل كون على يقين أنه غتستقبل واحد النتيجة إيجابية بيان سور، غتستقبل العام جديد بطريقة إيجابية. وحتى الناس اللي كيشوفوا ريوسهم ما تعلموا والو العام اللي فات، نقدر نقول أنه غير مجرد التفكير ديال انه خصهم يبدلوا من راسهم، ولا غير الفكره ديال اشنو تعلمت من العام اللي فات وعلاش كيبان لك انك ما تعلمتي والو، راه غير مجرد طرح السؤال كيعني انه غتستقبل السنه بطريقه ايجابيه. لانه سنه دازت كيف تيقولوا الاوروبيين ساباتيك، نتايا قدرتي تخرج منها بنتيجه انك تعاود تدرس حياتك وتقول بلاتي هدا راه فريمون جا عام جديد، اشنو تعلمت من العام اللي فات ولا علاش ما تعلمت والو من العام اللي فات. وهذه واحد الحاجه اللي كروسيال وكتبين انه الانسان فريمون بغى ينمي من راسو بغى يطور راسو. الصراحه بالنسبه لاستقبال السنه بطريقه ايجابيه وسي خص تكون دايره بك الايجابيه، وهي العلاقات. ما عرفتش واش الناس كتكون عندهم القدرة أنهم يبعدوا على العلاقات التوكسيك ولا يواجهوا العلاقات التوكسيك، ولكن كن على يقين أنه المحيط ديالك كيأثر على طريقة استقبال السنة الجديدة. فإذا كان المحيط ديالك ما موالمش وما ماشي إليجيبل لهاديك لا بوزيتيفيتي، ما كنظنش أنه وانت وسط منه غادي تستقبل السنة بطريقة إيجابية. علاش؟ حيتاش تو سامبلومون لي فاكتور اللي دايرين بيك لي زوند اللي دايرين بيك تيخليوك انك تسمع غير البكاء والشكا والمشاكل ولا حتى انسان ما عنده اهداف وغير لي جوجمون على الناس الاخرين والخصمات وهذا دار ليا وهذا دار ليا، ولا بعض المرات ماشي حتى هذا الشيء غير النفاق الاجتماعي والمظاهر تا هما كيستنزفوا طاقة الانسان. راه غير باش تحط ماسك مظهر ديال انك انسان مثلا غيش وما شنو كتلبس
تسلّف من عند هذا باش تلبس هادي، وتسلّف من عند هذا باش تلبس هادي، ماشي باش تبان لراسك زوين، إنما باش يشوفوك الناس بهاديك الطريقة. راه استنزاف طاقة كبيرة جدًا شفتها بعينيا، حيت شفت ناس بهاد الطريقة واحد الوقيتة، وعاشرت ناس كي كيستخدموا هاد الطريقة باش يامبرسيونيو بنات، باش يامبرسيونيو الناس اللي عندهم في مواقع التواصل الاجتماعي. هادي حاجة اللي كتجيب ليك ضرر، كتجيب لك واحد الطاقة سلبية كتبقى شاداك à long terme، لأنه ما كتفيقش براسك، وما كتحسش براسك أنك قادر دير شي حاجة، لأنه دائما الناس مصحابينك أنك راك داير ديجا، وبعض المرات كتخليك تدخل في غرور، كيف كنقولوا بالمغربية كذبتي الكذبة وتيقتيها. فإلا كنتي قادر تواجه المجتمع بهذيك الطريقة، شغلك هذاك مع المجتمع، ولكن ما تيقش أنه هذاك الماسك هو الحقيقة ديالك، وهذه أهم حاجة. إلا ما تيقتيش أنه هذاك الماسك اللي داير المجتمع هو الحقيقة ديالك، ممكن تسيطر على الوضع، ممكن فعلا تسيطر على الوضع. هو متعب جدا، ولكن أموا ما غاديش يأثر عليك في المستقبل، ما غاديش يأثر عليك في لي كومبيتونس ديالك، والنهار تحتاج أنه تخرج شخصيتك الحقيقية ولا وجهك الحقيقي للمجتمع والعالم، غادي تقدر تخرجه بكل سهولة. هذه حاجة من الحاجات اللي كيخليو الإنسان يفكر مزيان، ويقول أنه ماشي الحياة اللي غتعطيني، أنا اللي غنعطي لراسي، وبسبابي أنا غنولي حسن، وبسبب أنا ديال العام اللي فات غنولي هاد العام أحسن، ونتجنب الأخطاء ديالي، ونتعلم مهارات. ما غاديش نقول لك مهارات دائما غير في المهارات المهنية ولا هارد سكيلز، ولكن حتى المهارات العلائقية. راه إلا كانت عندنا آه، قدرة على التصرف بطريقة سوبل في الحياة الاجتماعية ديالنا، غنكونوا على يقين أنه غتكون عندنا لا بوسيبيليتي أن نسيغمونتيو لي زوبستاكل ونسيغمونتيو لي ديفيكولتي اللي كيكونوا في لو موند بروفيسيونيل. كانت هذه أول فيديو، الصراحة عجبني الحال ملي هضرت، وما عرفت الصراحة واش غنحط هاد لا فيديو ولا لا، باقي خصني نتفرج فيها، ما شفتش في الكاميرا بزاف. باقي ما ولفتش، ولكن عجبني الحال أنني ندوي بهذه الطريقة، ونتمنى إلا حطيت لا فيديو نشوف آراء ديال الناس بطريقة مزيانة، ونتشجع أنني ندير فيديوهات أخرين على مواضيع أخرين، بارفوا دي بودكاست مع ناس ممكن يكونوا مختصين في واحد المجالات، أو لا عاشوا قصص اللي يقدروا يبارطاجيوهم معنا ونستافدوا منهم. شكرا بزاف إلا كنتي وصلتي حتى لهاد الدقيقة وهاد الثانية اللي كنهضر معاك، وكنتمنى أننا نزيدو لقدام كاملين بهاد البلاد، بهاد الدين إن شاء الله، والشباب يوعى ويستثمر في راسو باش نقدروا أننا نهزو بلادنا، ودائما مضى حق مجتهد. شكرا.